السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكل متابعي القناة. حلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية. بعثة النادي الأهلي تطير إلى المغرب استعدادا لانطلاق كأس العالم للأندية، والكابتن محمود الخطيب رئيسا للبعثة. الأهلي يركز جهوده لمحاولة إقناع جوستافو سوزا بتخفيض شروطه المالية للانضمام للأهلي، أو إقناع مارسيل كولر بضم مهاجم آخر قبل نهاية الانتقالات الشتوية. المدير الرياضي لنادي بشكتاش التركي: لا يوجد عرض من الأهلي لاستعارة موليكا، باب المحادثات مع الأهلي بشأن موليكا مغلق وسنحافظ على اللاعب ولن نفرط فيه أبدا. مصدر من النادي الأهلي: النادي يبذل قصارى جهده لحسم ملف المهاجم ولا يوجد تقصير أو إهمال كما يعتقد البعض، والمهاجم القادم سيمثل إضافة وقيمة للفريق وربما يكون مفاجأة وخارج التوقعات والاجتهادات. محمد مغربي يظهر في ميران سموحة بعد انضمامه للفريق السكندري على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف. مصطفى سعد ينضم إلى سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي يطالب وزير الداخلية بتطبيق الدستور والقانون والقبض على مرتضى منصور رئيس الزمالك وتنفيذ حكم حبسه شهر مع الشغل في قضية سب الخطيب. قنوات اس اس سي السعودية تحصل بشكل حصري على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية المقامة في المغرب. مجلس إدارة النادي الأهلي يستقر على بقاء أمير توفيق في منصبه مديرا للتعاقدات مع إسناد مهام أخرى له، بينما تحل محله مريان ديمتري في منصب مدير التسويق. عامر حسين: لن يسمح لأي فريق المشاركة في بطولتين، الأهلي لو شارك في دوري السوبر الأفريقي في النسخة الجديدة لن يشارك في دوري أبطال أفريقيا، والدوري هذا الموسم سينتهي يوم 15 يوليو 2023، وبالتالي سيكون هناك وقت لتحديد الفرق المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية. ولا قلق بالنسبة لجمهور الزمالك الذي يحتل المركز الخامس حاليا. أحمد شوبير: الأهلي تفاوض بقوة مع بشكتاش التركي لضم موليكا، واللاعب وافق وكان مرحب جدا بالانتقال للنادي الأهلي، والأهلي كان على استعداد دفع 4 مليون يورو في مقابل ضم اللاعب، ولكن فجأة النادي التركي تمسك بالحصول على 6 مليون يورو وفشلت المفاوضات نهائيا. لاعبي الزمالك يعدون الجماهير بتصحيح المسار والعودة لطريق الانتصارات بدءا من مباراة فيوتشر. وكيل عبد الله السعيد يؤكد أنه ما زال هناك مفاوضات جارية بين الزمالك وبيراميدز لضم اللاعب، ولكن لم يتم حسم الصفقة حتى الآن. فيوتشر يحفز لاعبيه بمكافأة مالية كبيرة في حال الفوز على الزمالك والاقتراب أكثر من صدارة جدول الدوري. الإسماعيلي يفوز على الداخلية ليحقق فوزه الأول تحت قيادة ميدو. اتحاد الكرة يتواصل مع الحكم الدولي السابق جمال الشريف لإقناعه بتولي منصب رئيس لجنة الحكام خلفا للإنجليزي كلاتنبرغ. بعد تعيين محمد فاروق رئيسا، لجنة الحكام تقرر القيام بتنظيم 4 معسكرات لتطوير أداء التحكيم. سيراميكا كليوباترا تعلن التعاقد مع معين الشعباني مديرا فنيا خلفا لأحمد سامي. محمد مغربي بعد الانتقال لسموحة: سعيد للغاية أنني سأحصل على فرصة وسألعب، وبعد عام ونصف من الآن سأعود للأهلي أقوى وأفضل، وأكون قد حصلت على الخبرات التي قيل لي أنها كانت السبب في عدم مشاركتي خلال الفترة الماضية. انتهت أخبارنا. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. ادعم الفيديو بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله.